السلام عليكم. ده جزء ماشين تول اللي بعد الميد. احنا عندنا سينكرونس ماشين بتنقسم لجزئين، سينكرونس جنريتور وسينكرونس موتور. هناخد النهارده السينكرونس جنريتور. الكونستراكشن بيتكون من ايه؟ بيتكون من ستيتور وبيتكون من روتور. الستيتور زي ما احنا عارفين الستيتور عباره عن جسم اسطواني، والجسم الاسطواني دوت مصنوع من ماده حديديه بتحتوي من الداخل على سلوتس، على فجوات. الفجوات دي احنا بنلف عليها 3 فيز ويندنج. طب الملفات ديت وظيفتها ايه؟ الملفات ديت احنا اللي بناخد عليها الباور. اما ما كنا خدنا في ال 3 فيز اندكشن موتور كنا خدنا الملفات ديت بتنتج جوه الدفعه الكهربيه. يبقى ايه فايده ال 3 فيز ويندنج في السينكرونس جنريتور؟ ان الملفات ديت بناخد من عليها الباور. اما في ال 3 فيز اندكشن كانت بتنتج جوه الدفعه الكهربيه. طب ايه هي فكره عمل السينكرونس جنريتور؟ احنا بنطبق على ملفات الروتور بنطبق عليها جهد، فالجهد دوت بيمرر تيار. التيار دوت بيكون تيار دي سي، والتيار دي سي ده هيولد لنا فيض ثابت. الفيض دوت هيروح يعبر الاير جاب ويقطع ملفات الستيتور. بس هنا في السينكرونس جنريتور مش هيتولد عندنا induced دي ام اف. ليه؟ لان الفيض عندنا ثابت، وشرط تولد induced دي ام اف ان احنا يكون عندنا فيض متغير. طيب احنا ازاي بنجيب فيض متغير؟ قالك ان الروتور هو اللي بيولد فيض متغير، فاحنا هنروح نطبق على ملفات الروتور جهد دي سي، ولما نطبق جهد على ملف فهيمر عندنا تيار دي سي، والروتور مع هو بيلف هيتولد عندنا فيض متغير. الفيض دوت هيروح يعبر الاير جاب ويقطع ملفات الستيتور. يبقى كده عندنا فيض قطع ملفات، هيتولد عندنا هنا induced دي ام اف. طب ازاي بنحسب الانديوز دي ام اف ديت؟ عن طريق قانون بيساوي قالك الانديوز دي ام اف اللي هي الاي بتساوي 4.44% اف فاي تي فاي كي دبليو. ايه الارقام ديت؟ 44 ده ثابت، اف التردد، الفاي فلكس، التي فاي ديت عبارة عن عدد الملفات في الفيزا الواحدة. هي ليها قانون برضو ان هي بتساوي الزد على الاتنين. الزد ديت عبارة عن عدد الكوندكتور، الزد ديت عبارة عن عدد الكوندكتورز في الفازة الواحدة. فبعد ما تجيب الزد تقسمها على 2، دي هتكون ساعتها هي قيمة التي فاي اللي هي عدد اللفات في الفازة الواحدة. طب الكي دبليو، الكي دبليو ديت بنقول عليها معامل اللف اللي هي الويندنج فاكتور. طب احنا قلنا ان السينكرونس جنريتور بيتكون من ستيتور وروتور. ايه هو الروتور؟ الروتور بيحتوي على ملفات برضو، والملفات ديت بتكون دي سي ويندنج. وظيفة الملفات اللي جوه الروتور ان هي بتنتج ملف انتاج المجال المغناطيسي. احنا عندنا شكلين للروتور، سيلنت بول او سلندريكال. السيلنت بول روتور، السيلنت بول روتور ده عبارة عن اقطاب زهرة. الاقطاب دي احنا بنلف عليها دي سي ويندنج، فبتلف عليها دي سي ويندنج فبيمر فيها تيار دي سي. عندنا النوع التاني من الروتور وهو سلندريكال روتور. السلندريكال روتور عبارة عن جسم اسطواني، السطح الخارجي ليه بيبقى عبارة عن سلوتس. السلوتس ديت بنلف عليها ملفات الدي سي، والملفات دي برضو وظيفتها انتاج المجال المغناطيسي. يبقى ايه هي وظيفة الملفات اللي جوه الروتور؟ انتاج المجال المغناطيسي. طب ايه هي وظيفة الملفات اللي جوه الستيتور؟ الملفات اللي جوه الستيتور وظيفتها ان انا باخد عليها الباور. اما اللي جوه الروتور بتنتج مجال مغناطيسي. يبقى جوه الستيتور بناخد عليها الباور، اللي جوه الروتور بتنتج مجال مغناطيسي. دلوقتي هنتكلم على الايكوفالنت سيركت للسينكرونس جنريتور. احنا عندنا روتور، والروتور دوت بيكون ليه ملفات. الملفات ديت هنمرر فيها جهد دي سي، والملفات ديت اكيد ليها مقاومة، فهنحط هنا مقاومة اسمها ار اف. دايرة الروتور هي نفسها دايرة الفيلد اللي بتنتج لنا مجال مع حركة الروتور. فمع حركة الروتور هيتولد عندنا مجال، والمجال دوت هيعبر الاير جاب ويقطع ملفات الستيتور. بس مش كل الفيض اللي اتولد من الروتور هيقطع ملفات الستيتور. في عندنا تسرب بيحصل في الفيض، التسرب دوت بنمثله ب x1. وبرضه هيحصل عندنا تشوه في الفيض، التشوه دوت هنمثله ب xa. التشوه دوت ناتج من الارميتشر رياكشن. طيب واللوسز برضو اللي بتحصل هنمثل لها بار اي. يبقى احنا اول حاجة بنطبق جهد دي سي على ملفات الروتور، وملفات الروتور دي اكيد ليها مقاومة،
فمع حركة الروتور هيروح يتولد فيض متغير، والفيض دوت هيروح يعبر الاير جاب ويقطع ملفات الستيتور. بس مش كل الفيض هيقطع ملفات الستيتور، في عندنا تسرب، التسرب دوت في الفيض بنمثله باكس 1، وكمان هيحدث عندنا تشوه، التشوه دوت بنمثله باكس اي، وفي عندنا فقد في الملفات ديت فبنمثلها بار اي اللي هو اللوسز اللي بتحصل في الملفات ديت. احنا عندنا 3 حالات لللود. اول حاجه اليونيتي باور فاكتور او اللاج باور فاكتور او الليد باور فاكتور. في اليونيتي باور فاكتور الزاويه بين التيار والجهد بتكون عباره عن 0، الباور فاكتور فيه بيكون ب1، الدايره بتاعته بتكون كده، عندنا الاي اي وهنا الفي تيرمينال وبيكون هنا اللود وفي هنا في ماشي تيار. فالاي اي ديت بتساوي الفي تيرمينال زائد اي اي في ار اي زائد جي اكس اس. في عندنا هنا مقاومه اسمها ار اي وفي عندنا ملف اسمه اكس اس، فديت قيمه الانديوست فولتج. طيب لو كان الباور فاكتور عندي لاج، فاحنا عندنا الفي تيرمينال ماشيه هنا، لاج يعني التيار بيتاخر عن الجهد، فاحنا عندنا التيار ماشي كده، فاحنا عايزين نأخر عنه التيار، فهنرسم كده التيار متأخر عنه، فحطينا الاي اي وعايزين نمثل الاي ار اي وعايزين نمثل الاي اكس اس. فالاي ار اي هتبقى موازي للاي اي دوت، نرسمها موازي كده. طب الاي اي اكس اس بتكون عمودي على الاي اي ار اي بس، وبنحط رسمه بين البدايه والنهايه، ودي بتكون رسمه اللاج باور فاكتور. طب رسمه الليد باور فاكتور، الليد باور فاكتور فالتيار بيتقدم على الجهد، فاحنا عندنا الجهد ماشي كده فالتيار هيتقدم عليه. عايزين نرسم طيب الاي اي ار اي والاي اي اكس اس، فالاي اي ار اي هتكون موازيه للتيار دوت فهنرسم موازي ليها. طب الاي اي اكس اس بتكون دايما عموديه على الاي اي ار اي فحطيناها عموديه كده، وقفنا هنا والبدايه عندنا هنا، هنعمل خط كده ونقول دوت هيكون عباره عن الاي اي. طيب ايه هو الفي ار؟ اللي هو الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن دوت بيقيس اللوسز اللي بتحصل في الجهد، فاحنا عندنا الفي ار بتساوي الانديوسد فولتج ناقص التيرمينال فولتج على التيرمينال فولتج في 100، اي ناقص في تي على في تي. تعالوا نشوف سؤال. احنا عندنا 3 فيز، يبقى احنا عندنا عدد الفيز عباره عن 3، والبول بتساوي 8، سينكرونس جنريتور ستار كونكتد. فانا فهمت من ستار كونكتد ان الاي لاين بتساوي اي فيز، وعدد السلوتس عندنا عباره عن 168، وعدد الكوندكتورز بير سلوت 9. يبقى انا لو عايز عدد الكوندكتورز بس هضرب في عدد السلوت، واحنا قلنا لما بنجيب عدد الكوندكتورز فاحنا بنجيب عدد الكوندكتورز بير فيز، فانا هجيب عدد الكوندكتورز عن طريق ان انا هقول 9 في عدد السلوت اللي هي 168. احنا قلنا بنجيبها بير فيز واحنا عندنا 3 فيز، فهروح اقسم على 3، فدي كده هتكون عبارة عن عدد الكوندكتور. طب نكمل. if the rotor speed is 750 rpm estimate the flux required in the air gap، يعني عاوز قيمة الفلكس to generate an EMF of 1000 volt between the lines winding factor بيساوي 96%. الويندنج فاكتور ده اللي قلنا عليه فوق اللي هو الكي دبليو، يبقى هو مدينا الاي وعايز الويندنج، هو مدينا الويندنج فاكتور برضو وعاوز الفلكس، وهنعرف نجيب التي، قلنا التي عبارة عن زد على 2 واحنا معانا 44، وهنعرف نجيب الاف برضو لان هو ادانا قيمة الان واحنا عندنا الان بيساوي 120 اف على البي، فهنعرف من هنا نجيب قيمة الاف. احنا عندنا القانون بيساوي الاي فيز بيساوي 44 اف فاي تي فاي كي دبليو. الاي ديت بتكون عبارة عن الاي فيز 44 اف فاي تي فيز كي دبليو، فهو مدينا الاي فيز، هو مديها لنا قالك ان انا معايا هي بتعمل جنريت ام اف 1000 فولت، فالجنريت الام اف ديت عباره عن الام اف لاين، فانا عشان اجيب الفيز هقسم اللاين على جذر 3، فهقول 1000 على جذر 3 بتساوي 44 اف فاي تي فاي في الكي دبليو، هو مديني الويندنج فاكتور. فانا كده فاضلي بس هو عايز دي، هو عايز الفلكس ده، فاضلي التي فاي والاف. هو قالك ان سرعة الموتور عبارة عن 750 ار بي ام، واحنا عارفين ان الان اللي هي سرعة الموتور بتساوي 120 اف على البي، فهعوض بال750 في 120 في الاف، انا محتاجة اجيب الاف، واحنا عندنا على عدد البولز، البولز اللي هو ب8 هو مديهالي في السؤال قالنا كان 8 بول، فاحنا عندنا عدد البولز، فنعرف نجيب الاف من هنا هتطلع الاف ب50 هرتز.
خلاص كده احنا جبنا الاف كمان، فاحنا محتاجين نجيب التي. قلنا التي ديت عبارة عن عدد اللفات في الفيزة الواحدة اللي هي بتساوي الزد على الاتنين، والزد ديت عبارة عن عدد الكوندكتور في الفيزة الواحدة. هو قالك انا معايا 9 كوندكتور برسلوت، يبقى انا عايز اجيب عدد كوندكتورز في الثلاث فازات، هضرب التسعة عشان نخلص من السلوت ديت، فهنضرب 9 في عدد السلوت اللي هي 168. طب احنا عايزين نجيب عدد في الفازة الواحدة، هنقسم على عدد الفازات اللي هي 3، فقلنا ان الزد بتساوي 9 في 168. وعشان نجيب عدد كونتاكتورز في الفازة الواحدة رحنا قسمنا على 3، طلع ان الزد عندنا ب 504. طب احنا عايزين نجيب التي فاي تي بي اتش اللي احنا عايزين نجيبها ديت، اللي هي بتساوي عدد اللفات في الفازة الواحدة، هي بتساوي الزد اللي احنا جبناها على الاتنين اللي هي 504 على 2 تطلع ب 252. كده احنا جبنا قيمة التي هنعوض بيها هنا، يبقى احنا فاضل لنا بس المجهول في السؤال دوت اللي هو الفلكس اللي هو عايزه، فهنعوض بكل القيم اللي احنا جبناها وهنجيب قيمة الفلكس تطلع ب 10.75 من 100. السؤال اللي بعده مدينا اس ب50 كيلو في اي، بيقول ان ستار كونكتد، يبقى الاي لاين بتساوي الاي فيس، وبيديني 440 3 فيس، يبقى 440 فولت اللي هو بيدوني دايما بيكون الفي لاين، و3 فيز يبقى انا عندي 3 فيز، ومديني الاف ومديني الار اي والارميتشر رياكتنس اللي هي الاكس اس، ومديني الباور فاكتور بواحد. عايز اول حاجه استيميت انديوزد ام اف، فاحنا عارفين الدايره بيكون عندنا هنا اي اي وماشي هنا تيار اي اي، لان هو قال لنا الباور فاكتور بواحد، فدي دايره يونيتي باور فاكتور، فهيكون هنا ار اي وبعدين اكس اس وفي هنا عندنا اللود. واحنا عارفين ان الاي اي ديت بتساوي الفي تيرمينال زائد اي اي في ار اي زائد جي اكس اس. الفي تيرمينال هو مديني فوق اللاين، الفي تيرمينال ديت هتكون عبارة عن الفي بتاعت الفيس، فاخد اللاين دوت واقسمها على جذر 3، فكده احنا خلاص جبنا الفي تيرمينال، وهو مدينا الار اي ومدينا كمان الاكس اس، يبقى احنا فاضل لنا نجيب بس الاي اي عشان نعرف نجيب الانديوزد ام اف دي. الاي اي هنجيبها ازاي؟ هو مدينا الاس، واحنا عارفين ان الاس بتساوي 3 في فيز اي فيز، فهنعوض بقيمة الاس اللي هي 50 في 10 أس 3 ديت بتساوي 3 في فيز اللي هي 440 على جذر 3 في اي فيز، فنعرف نجيب من هنا الاي فيز ونطلع قيمته. هنعوض بقى بكل القيم اللي احنا جبناها ديت. بس في هنا حاجة، احنا بنعوض بقيمة الاي اي قيمة وزاوية، بس دوت عشان يونيتي باور فاكتور، فالزاوية هنا هتكون عبارة عن 0، فالاي اي هتكون عبارة عن الفي تيرمينال اللي هي 440 على جذر 3 زائد الاي اي اللي احنا طلعناها هنضربها في الار اي زائد جي اكس اس. الار اي اللي هي 25% زائد جي اكس اس اللي هي جي 3.7 ديت، هيطلع لنا القيمة ديت. هو عايز بعد كده خلاص احنا جبنا الاي اي اللي هو الانديوسد فولتج، عايز الفولتج ريجوليشن. احنا عارفين الفولتج ريجوليشن بيتساوي الاي ناقص الفي تيرمينال على الفي تيرمينال. الاي دي اللي هي الانديوسد ام اف اللي احنا جبناها، الفي تيرمينال هي دي 440 على جذر 3، ونقسمها على 440 على جذر 3 ونضربها في 100 تطلع ب 43.6. السؤال اللي بعد كده بيقول 3 phase alternator rated at 5 كيلو وات 120 فولت و 29 امبير، مدينا كمان التيار lagging باور فاكتور، فالباور فاكتور لاج 50 هرتز، الاف ب50 1000 ار بي ام على الان، the stator resistance 1/10، ومعانا قيمة كمان الرياكتنس. the field current is full load current find the no load induced EMF، وعايز كمان الفولتج regulation والنمبر of poles. فاحنا عارفين قانون الانديوزد ام اف بيساوي الفي تيرمينال زائد اي اي في ار اي زائد جي اكس. الاي ديت بتكون قيمة وزاوية، هو مدينا فوق ان هو ريتد ات 5 كيلو وات، فاحنا عارفين اللي هي الريتد ديت بتكون قيمة عبارة عن 3 في فيز اي فيز اللي هي كوزين فاي اللي هي قيمة الباور. فانا معايا الباور ومعايا التلاتة هي الدي كونستنت. الفي فيز هو كان مديني الفي لاين اللي هي 110 فولت، فهقسم الفي لاين على جذر 3 فيه الاي فيز، فهو مديك هنا بيقولك 110 فولت 29 امبير لاجنج باور فاكتور، فالتيار اللي بيديهولك دوت هو ده بيكون قيمة الاي فيز. فاحنا عايزين نجيب من هنا الباور فاكتور، فجبنا هو قيمة الباور فاكتور. ليه جبنا الباور فاكتور؟ لان احنا قلنا التيار طالما هو لاج او ليد فهو اكيد ليه زاوية، والقيمة اللي بنعوض بيها هنا بتكون يعني قيمة وزاوية، فانا محتاجة اجيب الزاوية. هنجيب الزاوية منين؟ انا معايا الباور فاكتور، فهجيب كوزين ماينس 1 للباور فاكتور دوت، كده انا معايا الزاوية. وعشان هو قال في السؤال ان الباور فاكتور لاج، فالزاوية لازم تكون بالسالب، يعني بعد ما اجيب الزاوية هحط قدامها سالب.
كده احنا جبنا التيار، معانا القيمة 29 وكمان جبنا الزاوية وحطينا قدامها سالب. فهنعوض اهوت بقيمة الانديوسد فولتج. الفي عندنا ب110 على جذر 3 اللي هي الفي تيرمينال لسه جايبينها، اللي هو مدينا 10 قسمناها على جذر 3، زائد الاي اي لسه جايبينها القيمة وزاوية 29 زاوية سالب 25، فعوضنا هي 29 زاوية سالب 25 في الار اي زائد جي اكس اس. الار اي اللي هو مديهالنا ب1/10، قالك ان انا عندي ريزيستنس، والاكس اس قالك ان انا عندي رياكتنس 1.53، فعوضنا هي بقيمتها. هي القيمة دي بس 15% مش 1.5، بس تطلع قيمة الاي اي بالقيمة ديت الاي اي. هو عايز بعد كده قيمة في السؤال الاولاني عايز الفي ار، فالفي ار بتساوي الاي ناقص الفي تيرمينال على الفي تيرمينال، فالاي احنا لسه جايبينها اللي هي 93، بنعوض بالقيمة بس، ناقص الفي تيرمينال 110 على جذر 3 على 110 على جذر 3 ونضربها في 100 تطلع ب 47%. طيب لو الفيلد كارنت is reduced to 1/10 9/10 من الاي فيلد، بس السبيد كانت ثابتة، what would be the load voltage؟ يعني اللود فولتج هيبقى عبارة عن ايه؟ يعني عايز برضه يعرف اللود فولتج بكام، وعايز يعرف الكرنت لما يقل 9/10 من التي فيلد كرنت. فاحنا عندنا علاقة ان الانديوزد ام اف في الحالة الاولى على الانديوزد ام اف في الحالة التانية هي نفسها الفلكس 1 على الفلكس 2 اللي هي بتساوي الفيلد كرنت 1 على الفيلد كرنت 2. ففي حالة الانديوزد ام اف في الحالة الاولى فالام اف كانت ب93.5، جبنا الام اف هي ب93.5، فدي الحالة الاولى. فالفيلد كرنت عندها كان اسمه اي اف. طب هو بيقولك بقى في الحالة التانية الاي 2 لما الفيلد كرنت يبقى 9/10 من الفيلد كرنت الاولاني، فحطينا 9/10 الفيلد كرنت وعايزين نجيب الاي 2، فالاي اف هتروح مع الاي اف ونعرف نجيب الاي 2 ان هي تبقى عبارة عن 9/10 في 93.5، يبقى كده جبنا الانديوزد ام اف. واحنا عندنا الار اي ثابته والاكس اس ثابته والاي ب29 ثابته، الاي انديوزد ام اف بس هي اللي هتتغير. هو عايز السبلاي فولتج، فاحنا عارفين ان الاي بتساوي الفي تيرمينال زائد اي اي في ار اتش تي اكس. هو دلوقتي عايز الفي واحنا جبنا الانديوزد ام اف في الحاله الثانيه، فالفي هتبقى عباره عن الاي ناقص اي اي في ار اتش زائد جي اكس اس، واحنا جبنا الاي اللي هي الانديوزد ام اف الثانيه هنعوض بيها ناقص الاي نفسها والكلام ده كله نفسه زي ما هو، وهنجيب قيمه السبلاي فولتج ده. في الحاله سي بيقول if the speed field current، يعني السبيد كونستانت والفيلد كارنت كونستانت واللود كارنت كمان كبت كونستانت، والباور فاكتور اتغير ل8/10 ليدنج. what would be the terminal voltage؟ يعني عايز التيرمينال فولتج لما الباور فاكتور يتغير يبقى 8/10 ليدنج. فاحنا عندنا معلومه ان الباور فاكتور عباره عن 8/10 ليدنج، وهو عايز يجيب التيرمينال فولتج. فاحنا عارفين قانون الانديوزد ام اف بتساوي الفي فيز زائد اي اي في ار اي زائد جي اكس اس، واحنا معانا الفي فيز ب110 على جذر 3 والاي اي قيمتها معانا. احنا عارفين ان معانا القيمه ب29، طب الزاويه هتكون بكام؟ هو قال ب8/10 ليد، فيعني زاويه التيار هتكون بالموجب، وهنقول كوزين 8/10 هيطلع لنا الزاويه ب36.8، ومعانا قيمه الار اي والجي اكس اس، بس اللي اتغير معانا بس هنا هي زاويه التيار، فالقيمه تطلع معانا الانديوزد ام اف ب54 والزاويه بتاعتها. فكده احنا جبنا الانديوزد ام اف. لو عايزين نتاكد برضو لازم الانديوزد ام اف تكون اصغر من الفي فيز، فاحنا لو جبنا الفي فيز هتلاقيها عباره عن 100 على جذر 3 اللي هي عباره عن 36.5. هتلاقي ان الاي اللي احنا طلعناها اصغر من القيمه ديت، دي حاله الليد باور فاكتور، ان الاي تكون اصغر من الفي فيز. هنتكلم دلوقتي على الاي سي جنريتور. الاي سي جنريتور بيشتغل على نفس البرنسبل بتاع الالكترومagnetic اندكشن، برضو بيتكون من ارميتشر ويندنج ومagnetic فيلد. اما في الدي سي جنريتور احنا عندنا الارميتشر هو اللي بيدور والفيلد سيستم هو اللي بيكون ستيشنري. في حاجه عندنا اسمها الالفا دي بنقول عليها اللي هي البيتش فاكتور، اللي بيقولك عايز البيتش فاكتور فعايز الالفا. فازاي بنجيب الالفا؟ هو بيديك عدد السلوتس وعدد البول، ويقولك انا حطيت ترن من اول فين لحد فين، يعني حطيتها من اول سلوت كام لحد كام، فبيقولك من 1 ل8 وعندي 4 بول، فهرسم كده 4 بول، ادي اول بول ودي تاني بول ودي 3 بول ودي رابع بول. فبيقولك انا عندي 36 سلوتس، فاحنا عايزين نعرف البول الواحدة فيها كام سلوتس، فهنقسم 36 على 4 هيدينا 9، يبقى البول الواحدة فيها 9، فهنرسم 9 سلوتس، 1 2 3
4 5 6 7 8 9. يبقى احنا عندنا 9 سلوت. هو بيقولك انا هعمل لفة من اول سلوت 1 لحد السلوت 8، فانا هقف عند الواحد وهعمل كده ترن لحد السلوت 8. هو عايز يحسب البيتش فاكتور، يعني عايز يحسب الالفا. احنا وقفنا ان اخر سلوت عندنا 9، يبقى السلوت في اول البول التانية هيكون رقمها 10. فاحنا بنقول دايما عشان نحسب البيتش فاكتور، فبنقول ان البيتش فاكتور على 180 دي بتكون حافظينها بتساوي رقم السلوت في البول التانية اللي هي 10 ناقص الترن اللي انا وقفت عندها. مش هو قال من 1 ل8، فهقول 10 ناقص 8 على في المقام بنحط 10 ناقص رقم 1 على اول سلوت خالص. فنعرف نجيب هنا نضرب طرفين في وسطين، فنعرف نجيب قيمة الالفا اللي هي تطلع ب40. بعتذر البيتش فاكتور دوت اللي هو الكي سي. فاحنا عندنا التيرنز ديت كل مجموعة من التيرنز بتديني كويل، وكل مجموعة من الكويل بتديني ويندنج. والشكل ده كده اسمه في البيتش، ان هو بياخد من اول البول اللي من اول السلوتس اللي في البول التانية لحد اول البول اول السلوتس في البول الاولى، دي كده اسمها فول بيتش. اما الشورت بيتش فهنا بيطلب منك البيتش فاكتور اللي هو الكي سي او بنقول عليه الكي بي اللي هو بيساوي كوزين الفا على 2. طب لو قال فيرست هارمونيك فكوزين الفا على 2 يضربها في 1. طب لو قال ثيرد هارمونيك فيضرب الالفا في 3. لو قال فيفث هارمونيك فيضرب الالفا في 5. وقلنا قانون انديوز ام اف بتساوي 44 الفلكس اللي هو الفاي اف في التي في الكي دبليو. التي ديت اللي هي قلنا عدد اللفات في الفازة الواحدة، والكي دبليو اللي هي الويندنج فاكتور. فاحنا ممكن نستغنى عن الاتنين دول ونبدلهم بحاجة تانية. قالك ان احنا هنشيل الويندنج فاكتور ونعبر عنه بكي بي بكي دي. يبقى القانون عندنا عبارة عن 44 فاي اف اللي هو التي اللي هي عبارة عن زد على 2 في الويندنج فاكتور اللي هو كي بي في الكي دي. وعندنا حاجة تانية اسمها الكي دي اللي هي عبارة عن distribution فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور دوت ليه قانون هو بيساوي ساين ام بي على 2 على ام ساين بي على 2. ايه هي البي؟ البي ديت اسمها value of angular displacement between slots، يعني الانجلر displacement between كل slots موجودة جوه البول هنا اسمها بيتا. فالبيتا ديت بتساوي 180 على ان. الان ديت بنقول عليها اللي هي قيمة number of slots على number of بول. عندنا حاجة تانية اسمها الام. الام ديت عبارة عن الان على عدد الفيز، والان عارفين ان هي عبارة عن عدد السلوتس على عدد البول. فساعتها القانون الام هيبقى عبارة عن سلوتس على البول في الفيز. هو ساعات بيقولك في السؤال number of slots per بول per phase، يبقى تعرف ان هو مديك الام. طب لما يقولك phase spread angle يبقى هو قصده الام بيتا. فلما يديك phase spread angle فهو اكيد هيكون مديك مثلا السلوتس والبول والفيز، فتعرف تجيب الام. واكيد البي عندك هتكون مجهوله فتجيبها هنا من الكلمه ديت اللي هي phase spread angle. طيب والكي دي اللي هي distribution factor اللي هي ساين ام بيتا على 2 على ام ساين بيتا على 2. والبيتا دي قلنا ان هي عباره عن الانجلر displacement ما بين slots اللي هي بتساوي 180 على ان. يبقى البيتا بتساوي 180 على الان اللي هي 180 على slots بير بول. نرجع للسؤال التاني اللي كان بيقول احسب البيتش فاكتور. فقلنا البيتش فاكتور دوت اللي هو عباره عن الكي سي كوزين الفا على 2، واحنا جبنا الالفا ب40 فقلنا كوزين 40 على 2. طيب مديك سؤال تاني بيقول لك 72 ستيترو سلوتس 6 بول كويل سبان من 1 ل10. فهنجيب نمبر في سلوتس بير بول عشان نعرف كل بول فيها كام سلوتس. ف72 على عدد البولز 6 هيدينا 12 سلوت، يبقى كل بول فيها 12 سلوتس. يبقى البول التانية اول سلوت فيها هتكون رقم 13. هنروح نجيب الالفا على 180 هتساوي الرقم اللي هو اول سلوت في تاني بول هتساوي 13 ناقص هو قالك من 1 ل10. يبقى انا هاخد اخر واحد دوت، هاجي عند ال10 ديت واعمل ترن كده واقول له 13 ناقص اخر حاجه انت نطقتها اللي هي ال10 على 13 ناقص بدايه الترن 13 ناقص 1. فاحنا بنطرح نهايه الترن ونطرح بدايه الترن، فبنقول 13 ناقص 10 على 13 ناقص 1. هنجيب من هنا قيمه الالفا اللي هي 45. فالكي سي هتبقى عباره عن كوزين الفا على 2 لكوزين 45 على 2 هتطلع بالقيمه ديت. في حاجه تانية لو قالك كويل سبان 9 مثلا 9، ف9 ديت معناها ان هو بيقولك
ان انا بدأت من 1 والمسافة ما بين كل ترن والتانية كانت 9، فمعنى كده ان هو بدأ من 1 ل10، بحيث لما تطرح 10 ناقص 1 بيساوي 9، اللي هو الكويل سبان اللي بيقول عليه. فما يقولك كويل سبان 9 يبقى تزود 1، يبقى تعرف ان هو بدأ من 1 لحد 10. طب لو قالك كويل سبان 5 يبقى تعرف انه بدأ من 1 لحد 6. طب كويل سبان 8 يبقى بدأ من 1 لحد 9، بحيث لما تطلع 9 ناقص 1 يديك 8. السؤال اللي بعد كده 96 سلوتس، 6 بول، كويل سبان 1 ل12. فهو عايز برضو البيتش فاكتور، فهنجيب الالفا على 180 بتساوي، هو قالك هنقسم بقى، هنعرف عندنا كام سلوتس بالبول، فهنقسم 96 على 6، هيطلع لنا عندنا 16 سلوت في البول الواحدة. يبقى انا عندي السلوت في البول اللي بعدها هيكون رقم 17، فهقول 17 ناقص اخر حاجة هو نطقها اللي هي ال 12 على 17 ناقص 1، وهنجيب قيمة الالفا معانا كده. هنعمل المعادلة ديت هنجيب منها كلمة الالفا، وبعد كده نجيب البيتش فاكتور كوزين الفا على 2 اللي هي كوزين الزاوية دي على 2، يطلع لك القيمة دي البيتش فاكتور. السؤال اللي بعد كده بيقول لك calculate the distribution factor. عندنا 36 سلوتس وعدد البول ب4 وسنجل لاير 3 فيز ويندنج. عايز الديستريبيوشن فاكتور. الديستريبيوشن فاكتور دوت اللي هو الكي دي، اللي هو بيساوي ساين ام بيتا على 2 على ام ساين بيتا على 2. البيتا ديت عبارة عن 180 على ان، والان ديت عبارة عن عدد سلوتس على البول، والام ديت عبارة عن سلوتس على بول في الفيز. فجبنا الام هيت اللي هي سلوتس على بول في الفيز. احنا عندنا السلوتس ب36، فحطينا 36. عدد البول عندنا 3، عدد الفيز عندنا 3، وعدد البول هو مديهالنا فوق بالسؤال ب4، قال اهوت 4 بول. فجبنا قيمة الام، فانا كده جبت الام، فاضل لي البيتا. فالبيتا بيساوي 180 على الان، اللي هي الان بتساوي سلوتس بير بول، يبقى سلوتس ب36 والبول مديهالي ب4، فهعوض هنا ب4 كده انا جبت قيمة الان. هجيب بقى البيتا بتساوي 180 على ان، اللي هي 180 على الان اللي جبتها ب9 هيطلع لنا ب20. انا هعوض بقى في قانون الديستريبيوشن فاكتور اللي هو بيساوي ساين ام بي على 2 على ام ساين بيتا على 2. فالام جبناها ب3 اللي هي سلوتس بالبول بالفيس، جبناها ب3. في البيتا بتساوي 180 على سلوتس بير بول، 180 على سلوتس بير بول اللي هي الان ديت اللي هي 9 اللي جبناها ب20. فهنضرب بقى 3 في 20 على 2 على 3 ساين بيتا على 2 اللي هي بيتا ب20 على 2، تطلع لنا قيمة الديستريبيوشن فاكتور. بعدين سؤال 37-3 بيقول لك كويل سبان اتش كويل هاف اي ام اف 10 فولت، الكتريكال فاز ديسبيسمنت 30 درجة، find graphically or by calculation the EMF of the 6 coil in the series. يعني هو عايز الام اف بتاعت 6 كويل متوصلين سيريز. هو مديني الام اف للكويل الواحدة ب10، فهو عايز 6 كويل متوصلين سيريز. 6 كويل يعني 6 في 10 ب60. هما متوصلين سيريز، فاكيد في ديستريبيوشن فاكتور ما بينهم، فانا محتاج اضرب ال60 ديت في قيمة الديستريبيوشن فاكتور، وساعتها دي هتكون عبارة عن الام اف اللي هو عايزها. فانا محتاجه اجيب هنا قيمه الكي دي اللي هي ديستريبيوشن فاكتور، اللي عباره عن ساين ام بيتا على 2 على ام ساين بيتا على 2. فالام عندنا هنا بقى احنا عارفين ان الام بتساوي سلوتس على بول بالفيز. سلوتس على بول بالفوز هي نفسها عدد الكويل، فالام هي نفسها عدد الكويل. فهو قال لك انا عايز 6 كويل، فضرب على طول 6 في البيتا، وهو مديك برضو البيتا جاهزه، بيقول لك electrical phase displacement 30. فالفيز ديسبيسمنت ديت اللي هي البيتا، فضرب 30 البيتا على 2 على ام ساين بيتا على 2، الام اللي هي ب6 والبيتا اللي هي ب30، وطلعنا قيمه الديستريبيوشن فاكتور جاهز. هو مش عايزك تتعب في قيمه الديستريبيوشن فاكتور، هو عايزك بس تعرف ان الاي ام اف عشان تبقى ان سيريز يعني، فبتضرب الكلام دوت في ديستريبيوشن فاكتور، فهضرب ال60 انت جبتها في الديستريبيوشن فاكتور، فهتجيب لك قيمه الام اف اللي هو عايزها. بس خلينا نقف هنا عند سؤال 37-4 ونكمل في فيديو تاني. اتمنى تكونوا استفدتم، وهحط لكم لينك الداتا في الوصف.